السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. انتم تتفرجوا في وصفة اليوم. مرحبا بكم في قناتي كوكيناس، ومعكم انا ايناس. قبل ما نبداو حبيت نقول لكم باللي هذو اليامات راني شويه مريضه، فسامحوني على صوتي اللي بالك هو مزعج. المهم انا مستمرين بسلسله وصفات سهله توجد في اقل من ساعتين، اللي شاركت فيها وصفات بزاف سهله وبنينه وبريزونطابل اللي راح تعجب النساء العاملات والنساء اللي ما عندهمش الوقت وايضا مبتدئات. اليوم ان شاء الله رانا مع الوصفه الرابعه اللي راح تكون بالارز، اللي رافقته مع صوص بيضاء ولا صوص كريميه مع كريات الدجاج. نقدر نقولوا انه هذه الوصفه هي وصفه مطاعم باقل تكلفه، تجي بزاف بنينه وبزاف سهله، تقدروا ديروها حتى لضيافكم ولا في رمضان. فقبل ما نبداو بوصفه اليوم ما تنساوش تشتركوا في القناه، تفعلوا جرس التنبيهات حتى توصلكم جميع وصفات السلسله وجميع وصفاتي. وهيا بسم الله نبدأ بوصفة اليوم. بالنسبة للمكونات عندي هنا أول حاجة بديت بها هي شمخت كاس رز بسمتي. أنا استعملت هنا رز بسمتي، شمخته في الماء، لازم يتشمخ على الأقل مدة نص ساعة. عندي هنا الدجاج اللي كنت رحيته، أنا استعملت هنا حوالي نص صدر تاع الدجاج، حوالي 500 غرام. عندي هنا توابل اللي حنحطهم في الدجاج، عندنا الملح، فلفل الكحل، زنجبيل، حبة بيض كاملة، شوية تاع الموتارد، 3 سنينة تاع الثوم. عندي هنا الكزبر اللي كان كونجلي وشويه تاع لا شابلور. عندنا هنا حبه بصل متوسطه اللي حنا نستعملوها في لاصوص تاعنا، كريم فريش، شامبينيون، والفيرميسيل اللي حنستعملوها اون بعد مع شويه تاع جامبو. وهذو هما المكونات كامل اللي راح نحتاجهم في وصفه اليوم. اول حاجه راح نبدا بها هي راح نخدم لي بول تاعنا ولا كريه الدجاج تاعنا. راح نحط كامل هذو المكونات اللي شفتوهم من قبل. نعاود لكم المقادير. حطيت هنا مغرفه صغيره ملح، مغرفه صغيره فلفل الكحل، مغرفه صغيره زنجبيل، كيس مغرفه كبيره تاع لوموتار، 3 سنينه تاع الثوم رافي، كزبر مرحي قيس مغرفه كبيره ثاني، وش لا شابلور ثاني قيس مغرفه كبيره. نورمالمون هادو هما المكونات اللي راح نحطهم في الدجاج تاعي. كما راكم تشوفوني نعجن الدجاج تاعي مليح باه يدخلوا فيه كامل المكونات. كما شفتوني راني نوجد في كريه الدجاج تاعي، ومن بعد راني رايحه نمرمدهم في شويه تاع الفرينه. حاجه برك حبيت نقولها لكم هي انه ما تحطوش بيضه كامله في الدجاج تاعكم. اذا كنتوا رايحين ديروا نصف الكميه، يعني اذا كنتوا رايحين ديروا نص در تاع الدجاج، حطوا برك نص حبه تاع البيض، باسكو انا جاتني بزاف جاريه ولقيت شويه صعوبه في الخدمه تاعها. فهمتوني؟ ان شاء الله برك تكونوا فهمتوني. هاملي كرية الدجاج تاعي بعد ما وجدتهم. انا هنا الوزن درت حوالي 21 غرام، جاوني 24 حبه. نتوما ديروا الوزن اللي حبيتو. وهنا في مقله حطيت شويه زيت، راني رايحه نبدا نقليهم ومن بعد نرجع لكم. هنا بالنسبه للدجاج قليته مليح، خليته يتقلى على نار قليله وخليته ياخذ راحته في القليان، لانه هذا هو طيابو. مانيش راح نزيدو نطيبوه مره واحده اخرى، برك مع الاخر راح نحطو في اللاصوص تاعنا ولا في الكريمه تاعنا. دوكا هنا في كاسرونه واحده اخرى حطيت في 2 مغارف كبار تاع المارغرين. هنا لازم تستعملوا المارغرين باسكو تطلق بنا بزاف هايله. المهم دوكا هنا نستناها حتى تذوب، ونحط نص كاس تاعي تاع الفرميسيل باش نحمصها. دوكا هنا راح نبقى نخلط فيها حتى نتحصل على هذاك اللون الدوري اللي رايح للماء. دوكا بعد ما تحصلت على هذا اللون راح نزيد الرز ونخليه هو ثاني يتقلى شويه. وراح نحط مكعب كامل تاع الجامبو. انا الملح مانيش رايحه ندير، راح ندير غير جامبو وحده تاع جامبو. ودوكا راح نحط في 2 كيسان ونص تاع الماء سخون.
دوكا رايحه نغطي عليه ونخليه حتى يشرب هذا الماء. دوكا في المقله اللي قلينا فيها الدجاج نحطوا البصل تاعنا، نخليه يتقلى قيس 5 دقائق. دوكا راح نحط الشامبينيون ونخليه هو ثاني يتقلى قيس 5 دقائق. الشامبينيون قد ما يتقلى مليح قد ما يجي بنين. راح نخليه واحد 5 دقائق، من 5 حتى 10. نحط شويه ملح. دوكا نحط قيس كاس ماء دافي ولا سخون ونخليه يغلي شويه. كي يولي يغلي نحط الكريم فريش. هنا تقدروا في بلاصه الماء ديروا الحليب باش نخفوا شويه لا كريم فريش، بصح انا حندير الماء منها نطيب شويه البصله والشامبينيون تاعي ومنها نخفوا لا كريم فريش. هنا وانا نقلي في البصله والشامبينيون جاتني لحظه ادراك كون انه رابيت البصله خير من انه قطعتها، فهنا من الافضل انكم ترابيو البصله لانه راح يجي الملمس تاع الكريمه راح يجي رطب، مش حيجي فيه هذوك لي مورسو تاع البصله وتجي تغزغز. فهذه الملاحظه برك حبيت نقولها لكم. هذه لاصوص ما تجيش بزاف عقده، تجي شويه جايه. هنا بعد ما حطيت لا كريم فريش تاعي دوكا كي تولي تغلي ولا تولي تبقبق نحط كريه الدجاج تاعي ونطفي عليها، وهكذا تكون الوصفه تاعنا واجده. شوفوا الله يبارك الرز تاعي بعد ما نشف من الماء، شوفوا الله يبارك كيفاش جا على حبه.